يطيب الكلام ويستفتح بالسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في الفيديو اللي فات ثبتنا أهم الخدمات الأساسية على السيرفر بتاعنا، وظهر عندنا شوية مشاكل. أول حاجة أكيد يعني إحنا مش هنستخدم الاي بي والبورت في كل الخدمات بتاعتنا، وأكيد هننسى الأرقام دي. وحاجة كمان في خدمات مش هتشتغل علشان نوت سكيور، يعني الاتصال بتاعنا HTTP مش HTTPS. وأكيد أول خدمة إحنا عرفناها النوبة اللي فاتت اللي هي فولت أوردن باسورد مانجر، يعني محتاج HTTPS. فإيه الحلول اللي إحنا هنعملها؟ أول حل معانا هو دق DNS. المميزات بتاعته هو مجاني وبيطلع كمان ال HTTPS، بس عيبه في حاجة لما أنت مثلا تكتب الدومين بتاعك كده ويبقى العنوان ده كله. وفي مميزات هنعرفها في الحلول الباقية هتغنينا عن ده كله. تاني حل معانا وأفضل حل بالنسبة لي واللي أنا استخدمته هو كلاود فلير. أنت بتجيب الدومين بتاعك وبتشتريه من هناك. زمان عملت انا كنت مشتري الدومين ب $11 تقريبا. مميزاته هو بيحمي لك الدومين بتاعك، وكمان بيوفر لك ال HTTPS اللي هي شهادة الأمان ال SSL يعني. وممكن تدخل على السيرفر بتاعك من بره البيت من خلال التانلينج. ولو عايزين تعرفوا ازاي اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله هعمل عنها حلقة. واهم حاجة إضافة الموقع. أني مستضيف الموقع بتاعي على كلاود فلير من غير ولا جنيه استضافة. ولو عايزين برضو تعرفوا ازاي اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هعمل عنها حلقة. دومين احترافي، تكتب الدومين بتاعك والامتداد اللي انت عايزه على حسب السعر. هي عيبه ان اول سنة بيبقى الدومين بنفس السعر اللي انت هتجدد بيه. يعني مثلا $11 لدومين زي دوت، هو السنة اللي جاية هتجدد بنفس السعر. فلو انت مش معاك فيزا دولية زي حالاتي فممكن تستخدم الفيزا الافتراضية ديت وتقدر تشحنها بأي طريقة دفع، وهسيب لك اللينك في الوصف. وأول ما هتسجل منه هيديك $5 هدية. فكده احنا عرفنا الحل التاني. الحل التالت هي سبيس شيب. اول حاجه السعر في اول سنه رخيص جدا، يعني ممكن تشتري دومين باقل من دولار، يعني 60 سنت. هو ده اللي احنا هنعمله في الفيديو ده. ده اول سنه. والعيوب الحمايه مش اقوى حاجه، والاداء التجدير السنين الجايه بتكون اغلى. فكده فكده احنا عرفنا الحلول. اول حل اللي هو ضغط DNS ده المجاني، والكلاود فلير اللي انا بستخدمه، وسبيس شيب اللي احنا هنستخدمه النهارده. ايه اللي احنا هنعمله؟ هنشتري الدومين من سبيس شيب، بعدين نحول الدومين دوت لكلاود فلير. ولو انت مش عايز تتعب نفسك بالحوار ده كله، هو الحاجات دي بسيطه مش تاخد حاجه يعني، ممكن تشتري من كلاود فلير. فالنتيجه بقى ايه؟ اخدنا رخص الدومين من سبيس شيب، وحمايه واداء من كلاود فلير، تقليل المخاطر والهجمات المباشره. هنشغل الخدمات بتاعتنا ب HTTPS. ضفت الموقع بتاعي بالكامل عليه من غير ولا مليم زياده. الدخول من بره البيت بأمان وأداء أسرع وحماية كلاود فلير. وأكيد يعني زي ما أنتوا عارفين عني اللي إحنا بنشتغل سكريبتات، فهنخش نروح نشتري الدومين، وبعدين هقول لك إزاي تشغل الخدمات دي كلها بأمر واحد بس. نخش تمام. على المتصفح بتاعنا وهنكتب TLD list. خش على أول رابط، عاملين على فلتر وعاملين على أقل سعر. ده إنك تنزل تدور على أرخص دومين. لما تنزل تحت هتلاقي الامتداد ده .CFD. انت ممكن تشتريه، وممكن تشتري اي دومين من اللي قدامك دوت وتعمل على نفس الخطوات. بس ثاني علشان اني بشتري ارخص دومين فهو ده اللي احنا هنستخدمه. بعدين نروح داخلين على سبيس شيب، نضغط انتر، نخش على اول رابط. هتفتح معانا بالمنظر ده. تمام. هنعمل اول حاجه تسجيل دخول، نتكي على ساين اب من هنا. بعدين هتملى البيانات بتاعتك، بعدين هتكتب الباسورد، بعدين هنتك ساين اب. هنكتب مثلا الدومين اللي احنا هنستخدمه هو دوت عشان يعني كنت مشتريه قبل كده، يعني هي ديت الدومينات اللي عندنا. فاحنا اكيد مش عايزين دوت، احنا عايزين ارخص حاجه. نخش على رايسنج من هنا، بعدين هنبحث عن الامتداد ده، نتك عليه. دخلنا الصفحه بتاعته، مثلا اكتب الدومين بتاعك، بعدين سيرش ب 31 جنيه حرفيا. فاحنا هنتك اد تو كارت من هنا، بعدين نخش على السله دي من هنا كده. انا هنتك كونتينيو، هيظهر معانا الدومين كده. هنتك على اد برومو كود، بعدين هنكتب البرومو كود ده، بعدين هنتك ابلاي وهيخلي السعر معانا 30 جنيه، يعني ما فيش اكتر من كده. بعدين هنتك شيك اوت، هنضيف بيانات الكارت بتاعتنا وهرجع لكم تاني. كده اشترينا الدومين بنجاح الحمد لله. خش على دي كده، بعدين هنتك على دومين مانجر، وهو ده الدومين اللي احنا اشتريناه. خش عليه كده، بعدين هننزل تحت، تك على ادفانس DNS دي، تك هنا. بعدين هنخش بقى على ايه؟ على كلاود فلير.
خش عليه لوج ان، ولو انت مش مسجل الدخول اعمل ساين اب عادي. يعني هنسجل الدخول علشان انا كنت مسجل الدخول قبل كده فهو دخل معايا على طول. خش هتفتح معاك بالمنظر ده. نتك على دومين من هنا، نتك على علامة البلس دي كده، بعدين هنتك على ترانسفير ادومين، بعدين هنكتب الدومين بتاعنا، بعدين هنتك كونتينيو، نتك على اد سايت انوي دي، هنختار الخطة هي النسخة الفري كافية جدا، هنتك سيلكت بلان، بعدين هننزل تحت بعدين هنتك على كونتينيو، هيطلع لينا النيم سيرفر. هنفتح الاتنين قصاد بعض كده بس عشان نشوف. هنتك على شينج من هنا، بعدين هنتك على كاستم نيم سيرفر، هناخد كوبي كده، بعدين نحطه هنا، بعدين ده تو هنا، بعدين هنتك سيف نيم سيرفر. دلوقتي هو الدومين بتاعنا اتنقل لكلاود فلير، بس هو ممكن يشتغل معاك ويسمع معاك على كلاود فلير في حدود 24 ساعة أو ساعة بالكتير. فلو عايز تتأكد هتخش على شيك سيرفر من هنا، لو لغيت العلامات ديت بقت خضرة فكده تقدر تستخدم الدومين بتاعك. نرجع لكلاود فلير، بعدين هنتك ابديت نيم سيرفر. فلو رجعنا للصفحة الرئيسية تاني ودخلنا على دومين من هنا نلاقي الدومين بتاعنا لسه ما اتفعلش، فهو انا مش هستنى فهشرح على الدومين بتاعي. بعدين هنخش على جيت هاب وهسيب لكم الرابط في الوصف. ننزل تحت هنخش على اوتو اكسبلوجر بلاتفورم، بعدين هناخد الامر ده كوبي، نفتح السيرفر بتاعنا، بعدين هنخش على الشيل من هنا، بعدين هنعمل كنترول شيفت في، بعدين هنضغط انتر، هيحمل معانا الريبو عندنا على الجهاز. هو دلوقتي طالب مننا الايميل، لازما الايميل والباسورد اللي انت مسجلهم على ام بي ام اللي احنا عاملينهم في الفيديو اللي فات علشان يشتغل تمام. فهنكتب الايميل بتاعنا، بعدين هنضغط انتر، بعدين هنكتب الباسورد، بعدين هنضغط انتر. هو دلوقتي اتحقق من كلمة السر والايميل بتاعنا. دلوقتي احنا محتاجين الاي بي اي توكن من كلاود فلير علشان نشغل ال HTTPS بتاعتنا. فهنرجع على كلاود فلير، بعدين هنخش على بروفايل من هنا، بعدين هنضغط على بروفايل، بعدين هننزل عن اي بي اي توكنز، بعدين هنضغط كرييت اي بي اي توكن تمام، بعدين هنضغط جيت ستارت، هنكتب اسم مثلا ام بي ام، بعدين الاكونت هنختار زون، بعدين هنختار هنا دي ان اس، بعدين هنختار اديت، بعدين هنختار انكلود، بعدين هنختار الدومين بتاعنا. فهو انت هتختار الدومين بتاعك تمام، فانا هختار الدومين ده، بعدين هتسيب كل حاجه زي ما هي، بعدين هتتك كونتينيو تو سامري، تضغط كرييت توكن، هيطلع معاك التوكن بالشكل ده. هناخده كوبي كده، بعدين هنرجع للسيرفر بتاعنا وهنعمل له كنترول شيفت في، بعدين هنضغط انتر، هنكتب الدومين بتاعنا، بعدين هنضغط انتر، يبدأ يحمل معانا، هيشوف كل الخدمات اللي احنا مشغلينها على السيرفر وهيرفعها على ام بي ام. هو حاليا جرى كل الخدمات اللي على السيرفر بتاعنا، كمان ربط بروكس موكس، هو دي الدومين اللي هيظهر لك، فهنسيبه يخلص. وبكده السكريبت خلص معانا. ايه اللي السكريبت عمله؟ اول حاجه لو دخلنا على الام بي ام وعملنا لها ريفريش كده ودخلنا على سيرتيفيكيت هنلاقي الاس اس ال بتاعه الدومين بتاعنا اتعملت هنا بدل ما نعملها يدوي يعني تمام. لو كنا هنعمل من هنا. ولو دخلنا على الداشبورد ودخلنا على بروكس هوست ديت هنلاقي كل الخدمات بتاعتنا اللي على السيرفر. خدمه زي فولتا اوردن ديت هتلاقيها فتحت معاك عادي اتش تي تي بي اس. خدمه زي ام بي ام لو دخلت عليها من هنا تفتح معاك عادي. خدمة زي بورتينر، وكمان السكريبت عمله اللي هو ظبط لنا الواجهة بتاعتنا. لو دخلنا على هوم بيج هنلاقي الواجهة بتاعتنا بكل الخدمات اللي على السيرفر بتاعنا. فدلوقتي لو احنا لما نيجي نضيف اي خدمة تانية على السيرفر السكريبت هو هيكتشفها لوحده وهيضيفها في الهوم بيج وهيضيفها كمان في الام بي ام. فاي خدمة جديدة هتضاف في الام بي ام وهتتحول ل HTTPS. نقدر نخش على اي خدمه مثلا بروكس موكس هو دي السيرفر وتحول ل HTTPS. وقبل ما اختم الفيديو زي ما اتعودنا حديث في حكايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وممكن يكون الحديث مختصر بس لو انت طبقته في حياتك هيفرق معاك جدا. دايما حاول تسعى للحاجة اللي هتفيدك في شغلك، في علمك، في دينك، في حياتك بشكل عام. ما تقعدش مستني الظروف المثالية، ابدأ باللي معاك واحمد ربنا عليه وتعلم واحدة واحدة وربنا هيكرمك مع الوقت. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. وخير ما نختم به الكلام الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. السلام عليكم.